السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالى تعالى انت وهي اقعدوا وما تقلبوش عن الفيديو ده. الفيديو ده مهم، وبإذن الله زي ما حاجات كتير قلتها واتطبقت بإذن الله بإذن الله إن شاء الله سنة 2025 المجتمع المصري هيراجع قراراته بالنسبة للقايمة وموضوع الزواج، وهنخلي الراجل قوام. هنخلي الراجل لما يهز كلمته في بيته ما تقولوش أنا راسي براسك، ما تقولوش أنا ناطحة ناسب أنا مجهزة زيك، ده بيتي زي ما هو بيتك. لا، احنا هنخليه يبقى ليه كلمته المسموعة. مش معناها انه يضربها ولا يهنها، بس تحترمه، لان الست لما بتحس اللي قدامها راجل قوي غصب عنها حتى لو هي شلق بتحترم. خلاص، لما تحس ان هو الامان، الظهر، السند. احنا هنخليكي يا ست الكل لا مامتك تبيع ذهبها ولا باباك يقترض، احنا هنخليكي تاخدي فلوس مهرك. الدين مش ايمي اللي بتقول، ربنا قال الست ليها مهر والرجل يجهز. طب ازاي يا ايمي انا هجهز يا بنت اللذينه والحياه غاليه؟ اقول لك يا ابن اللذينه يا ابن اللذينه اسمع كلامي دلوقتي حضرتك بعد اذنك. في عفش جميل جدا خارج بيت تحفه بيتباع قليل جدا. انا ماليش دعوه بالناس الكلاس اللي بتروح تجيب الاوضه ب50 و60 و70 و80 الف و100 الف. انا بتكلم عن ناس اللي متوسطين الدخل او منعدمين الدخل. في خارج بيت، في ناس بيغيروا عفشهم كل سنه زي الفل على الزيرو، بيحبوا يجددوا واجهزه كهربائيه وكله. وفي مطلقات يا عيني عفشهم بشوكهم، بيجي التاجر يسخب بيه الارض يشتريه كله كله، والله كله، يقول لها اقصى ما عندي 10. انا اعرف مطلقه والله العظيم عفشها زي الفل، قال لها انا هاخد كل حاجه في الشقه ب10,000. من هنا لهنا قالت له مش هينفع 12. قال لها طب 12. قعد يعليها سنه سنه لحد ما وصلت ل15,000 والله عالزيرو. فالتجار بيضحكوا على المطلقات. انت بقى هتصطاد الناس دي وهتعمل بيتك كله بتمن اوضه نوم واحده، عشان ما تقولش ايه يا ايمي ده، هو انت هتوفري؟ طب هي بتساعدني واحنا بنكتب القايمه غصب والله عشان هي بتساعدني. لا تعالى انا هخليك تجيب كل حاجه باقل امكانيات التكاليف. انت وهما، انت وهي، هما ايه؟ انت وهي. ربنا قال ان المبذرين اخوان الشياطين، وما يغركش فيه بنات زي القمر وزي الفل بترضى. ما يغركش تقول ده جميله ومغروره، ده ساعات بتبقى وحشه ومغروره وعايزه تثبت لنفسها ان اعوض وحشتي بشقه فخمه، اعوض وحشتي براجل تحت رجلي، اعوض وحشتي بواحد. في ناس بتعوض النقص، في ناس بتعوض ممكن جميله وعندها عزيه نفس ما تقولش ده جميله. انتوا بتفهموا غلط على فكره، ودي حاجه بتضايقني في المجتمع. بتنسبوا للوحشه انها راضيه، وبتنسبوا للحلوه انها مغروره، وحاجه عكا يعكوا. خلينا في موضوع القايمه. فانت خلاص جهزت اهو، مش هتكتب قايمه، هتديها مهرها. في واحده فقيره اهلها مش عارفين يجهزوا، هتفرح بقى لو بنبدا ب10,000، هتقول لك كتر الف خيرك هتديني 10,000 هاخدهم انا بقى، بيجي اجيب بيهم حته ذهب، احطهم في بنك، اعمل وديعه، اعملهم شهاده استثمار، وديعه يعني اللي هي بالسنين دي تكتر فلوسها. غير يا حبيبتي لما تكتبي مؤخر صداق، ما هو مهرك ده بيكتبوه مؤخر صداق. مؤخر صداق ده 100,000 200,000 مع الوقت ملوش قيمه، لان فلوس ثابته. نفسي مره تسمعوا الفيديو الاخر، نفسي مره تسمعوا حاجه مفيده. الاقيكم تجروا على اللي بتهز واللي بتعمل، حتى اللايكات عندي قللتوها. ولولا انا مش من النوعيه اللي بهتم وما بحبطش، وتلاقوني برضو هقعد اصور وانزل لان عاملاه لله. في ناس بتحبط، تبص تلاقي اكونت ما شاء الله جايب لايكات قد كده عشان صاحبه اللايك هزت شويه اتمزت شويه، عايزه فلوس. انا مش عايزه فلوس، انا عايزه كلامي الناس تعيش حياه اجتماعيه ناجحه.
ومعلش انا هتكلم عن موضوع المساحيق في فيديو تاني. والنبي بلاش تبصوا للمظهر والرقه والانوثه، والنبي بلاش وتهدموا فيها. روحي دوري على محتواكي، روحي دوري على ماله محتوى يا ولاد. هو في رأس؟ هو عشان صاحبه المحتوى انسانه رقيقه وماشيه بالشرع ان الست يبقى فيها انوثه والراجل يبقى فيه رجوله؟ ما بعرفش اطلع بشارع، بعمل لكم ايه؟ خلاص هقفل الفيديو على كده. انتبهوا لنفسكم، خلي بقى المحاكم ما تبقاش فيها محامي قواضي ونزاع. خلي الراجل يعرف ياخد حقوقه من المرأة والست تاخد حقوقها من الرجل. يا رب يكون الفيديو كلمت فيه الكلام اللي ربنا يكون راضي عني فيه، وتسمعوه وتطبقوه. شكرا.